ولكن لما رابطه الانديه عملت القرعه اللي هي عملتها، اللي احنا مش مفهوم بالنسبه لنا عملتها امتى ولا ازاي ولا في الفجر ولا ذكاء اصطناعي ولا بانه طريقه، والمفروض والطبيعي ان انت يبقى عندك مندوبين للانديه موجودين يشوفوا القرعه قدامهم علشان يبقى في شفافيه، علشان يبقى في حديه، ولكن الكلام ده كله ما حصلش. وقلنا احنا الاهلي ما بنخافش من حد، نلاعب اي حد، ما يفرقش معانا مين اللي قدامنا، الزمالك الاول، بيراميدز الاول، اي حد يجي في سكتي انا لعبه وما بقلقش من حد. ولكن لما نادي الزمالك في الماتش الاولاني او ماتش النادي الاهلي كان سوري الاولاني، النادي الاهلي بيجيب حكام اجانب، بيستعين بحكام اجانب علشان هم اللي يديروا الماتش. فالنادي الاهلي كان مستني من نادي الزمالك ان هو يطلب حكام اجانب، ولكن القرعه بتيجي قبل ما يعلنوا عن ماتش الاهلي والزمالك بخمس ست ايام. فانت هل في الخمس ست ايام دول ما كنتش تقدر تجيب حكم اجنبي؟ لا، كنت تقدر تجيب حكم اجنبي، ولكن زي ما قلت لحضرتك المنظومه كلها على بعضها ما حدش فاهم ايه اللي بيحصل فيها، ده بيعاند في ده وده بيعاند في ده، وكل ده على حساب الانديه.